عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا نواصل هذه التغطية الحية من داخل مجلس النواب، نتعرف من خلالها على ما يدور بذهن نوابنا بخصوص هذه الأيام التي يحتفل فيها المصريون بذكرى 30 من يونيو، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب. في هذه اللحظات يسعدني أن يكون معي قامة محترمة ويعني سليل بمصنع الرجال، سيادة النائب اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. سيادة النائب برحب بسيادتك. الله يخليك فندم، شكرا. انا برحب بحضرتك واشكرك على مقدمتك. حقك علينا يا سيادة النائب، وانت سليل مصنع الرجال فعلا واللي احنا بنعتز بيه كلنا. ده حقيقي، هو مصنع رجال وسيظل مصنع رجال ولولا هذا المصنع ما كنا بقينا النهارده بعد 5 سنين لأول مرة في هذا البرلمان بهذه القوة وبهذه الدفعة اللي إن شاء الله هنشهدها الفترة اللي جاية. سيادة النائب اللواء حاتم باشات، يمكن اسم تردد كثيرا خاصة بعد نجاح ثورة 30/6، وكان شاهد تقريبا على بعض الأشياء اللي هي كادت أن تودي بالبلاد. قبل ما أسجل انطباعات حضرتك عن 30/6، عايز أعرف إيه مشاهداتك لما قبل ثورة 30/6؟ كانت مصر رايحة على فين؟ هو بداية عشان نحط حد ونقفل الهجس اللي بيتقال دايما 25 و30/6، 25 يناير و30/6، أنا عايز أقول إن 25 يناير ثورة بدرجة امتياز، ثورة بدرجة امتياز. ولكن يعني عشان برضو الهجس اللي بيتقال بقى يوم 28 وإخوان وبتاع، طبعا احنا مش عايزين برضو نعلق كل حاجة على الإخوان ونقول الإخوان يوم 28 هم اللي، لا، هي ده ما ينفعش نقول ان الإخوان قاموا في 3 أيام بس بهذا الدمار والحرق والسجون واقتحام الكلام ده. لا، من ال3 أيام دول كان تخطيط لمؤامرة كبرى. الإخوان كانوا أداة. ما انا جاي لك، انا عارف ان انت اتخضيت. لا انا لا، لا يعني انت منتظر انت اللي السيناريو يعني هو من 25 ل 28 هو كان تخطيط لمؤامرة كبيرة جدا. ما زالت المؤامرة دي يعني سارية لغاية دلوقتي، ولكن متخذة اساليب اخرى. بس من يوم يعني في ال3 أيام دول ما نقدرش نقول ان الاخوان بس هم اللي عملوا الكلام ده كله. لا، هناك كان تخطيط لمؤامرة كبرى واضحة، ولولا قوة الشعب المصري وشباب وسيدات مصر وقضاء مصر، طبعا مش هقول الجيش والشرطة لأن دول أساس النسيج وأساس الفرشة بتاعتنا، ما كان هيبقى فيه 30/6. يعني 30/6 أنا بقول إن 30/6 دي بدايتها كان القضاء ثم المرأة المصرية. وده برضو نرجع تاني نقول تاريخ مصر دايما بيثبت ذلك. يعني لو نفتكر سنة 1919 لما جه الزعيم سعد زغلول بعد ما خرج من منفى، أول كلمة قالها إيه؟ قال تحيا المرأة المصرية. فأنا النهارده صدارة الصفوف. فاحنا برضو التاريخ بيعيد نفسه فعلا بالنسبه للمراه، واحنا التاريخ الفرعوني بيقول برضو المراه المصريه نظامها ايه. فاحنا برضو يعني لازم ما ننساش المراه في 30/6، لازم برضو يعني نديها حقها، وهي اخذت حقها في البرلمان. يعني النهارده بقينا 90 مراه، عايزين نقول كفايه كده بقى. في خطوره علينا يعني. لا ان شاء الله تزيد اكتر النسبه سياده النائب. طبعا يعني عايز اقول حاجه بالنسبه للمراه، النسبه احنا فعلا محتاجين ازيد. يعني في دول افريقيه، وانا كرئيس لجنه الشؤون الافريقيه شفت ان في دول نسبه المراه ممثله في البرلمان تزيد عن نسبه الرجال. يعني على مثلا سبيل المثال السودان الشقيق 30%. في دول في افريقيا يمكن توصل 50 و60%. احنا يعني بس احنا خطوه كبيره على الطريق جداً. ان يكون في هذا العدد من المراه المصريه 90 نائبه تقريبا، او 90 نائبه دي احنا كنا فين وبقينا فين يعني. يعني طبعا تطور كبير جدا، وده يحسب للقياده المصريه الحقيقه.
طيب سياده النائب، مش عايز ابعد كتير لان احنا دلوقتي كل يمكن الناس بتحتفل ب 30/6. برضه نقطه محدده، كنا رايحين على فين قبل 30/6 لو لم تقم ثوره 30/6؟ سياده النائب اللواء حاتم باشات، كانت مصر رايحه على فين؟ كنا رايحين على سوريا وليبيا واليمن والعراق. كنا رايحين زي المنطقة كلها ما هي راحت. ولولا اللي انا بقوله لحضرتك ده، مصر ما كانتش هتقف في رجلها، لان احنا عندنا جيش قوي محترم الشعب بيحبه. ايه اللي احنا ما نعرفوش عن 30/6؟ ايه اللي ما نعرفوش في الكواليس وممكن يغير مفاهيم ناس كتير، خاصة الناس اللي هي ممكن تكون مغيبة؟ لا يعني هو هي كل حاجة واضحة وكل حاجة مفهومة. يمكن في توقيت من التوقيتات كانت الناس مش مقتنعة بان الجيش مع الشعب، وان الشرطة مع الشعب، وان في شباب فعلا، وفي شعب بيحب بلده، وفي انتماء وفي ولاء، وحزب الكنبة اللي كان يعني مش باين ظهر. كل ده كان وقتها في التوقيت ده ما كانش معروف. انا يعني برضو عايز اقول هنا لازم في الناحية دي طبعا كون ان انا كنت وكيل سابق في جهاز المخابرات العامة، انا لازم هنا اقول كلمة حق، والا اكون جاحدا لو انا ما ذكرتهاش. ان لواء عمر سليمان رحمة الله عليه كان بيقول في فترة من الفترات احنا مش جاهزين للديمقراطية في التوقيت الحالي، وكان كلامه مظبوط وثبت هذا الكلام فعلا. انا مع هذه المقولة، لان الديمقراطية ما ينفعش انها تبتدي فجأة، لا، الديمقراطية لها درجات ولها مراحل. احنا النهاردة محتاجين صحة، محتاجين تعليم، محتاجين ثقافة، ومحتاجين انتماء وولاء، ومحتاجين حاجات كتير جدا عشان نبتدي نبحث عن الديمقراطية. هي الديمقراطية تيجي لوحدها لو احنا اهتمنا بصحتنا واهتمنا بشبابنا، وبقى في حوار، وابتدينا بالتعليم، دي كلها حاجات ابتدينا فيها فعلا. يعني النهارده في مراحل، سيبك من اللي بيحصل تسريب امتحانات والكلام ده، كل ده بيحصل فينا ان احنا ماشيين صح. وزي ما قلت حضرتك في الاول خالص في بدايه حديثنا، مخطط كبير ماشي ورانا، بس احنا الحمد لله سابقينه. اسمح لي سياده النائب اسالك عن من وجهه نظر سياده النائب اللواء حاتم باشات، وكيل المخابرات او جهاز المخابرات العامه السابق. بس بعد الفاصل هسالك عن اهم ما تحقق من انجازات لثوره 30 يونيو، انت شايفها ازاي؟ ايه اهم انجاز تحقق من ثوره 30 يونيو؟ هتجاوبني على السؤال ده ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ليجيب لنا سياده النائب اللواء حاتم باشات عن اهم ما تحقق في ثوره 30 يونيو. فاصل ونعود. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا نواصل هذه التغطية الحية من داخل مجلس النواب، نتعرف من خلالها على ما يدور بذهن نوابنا بخصوص هذه الأيام التي يحتفل فيها المصريون بذكرى 30 من يونيو، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب. في هذه اللحظات يسعدني أن يكون معي قامة محترمة ويعني سليل بمصنع الرجال، سيادة النائب اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. سيادة النائب برحب بسيادتك. الله يخليك فندم، شكرا. انا برحب بحضرتك واشكرك على مقدمتك. حقك علينا سيادة النائب، وانت سليل مصنع الرجال فعلا واللي احنا بنعتز بيه كلنا. ده حقيقي، هو مصنع رجال وسيظل مصنع رجال، ولولا هذا المصنع ما كنا بقينا النهارده بعد 5 سنين لأول مرة في هذا البرلمان بهذه القوة وبهذه الدفعة اللي إن شاء الله هنشهدها الفترة اللي جاية. سيادة النائب اللواء حاتم باشات، يمكن اسم تردد كثيرا خاصة بعد نجاح ثورة 30/6، وكان شاهد تقريبا على بعض الأشياء اللي هي كادت أن تودي بالبلاد. قبل ما أسجل انطباعات حضرتك عن 30/6، عايز أعرف إيه مشاهداتك لما قبل ثورة 30/6؟ كانت مصر رايحة على فين؟
هو بداية عشان نحط حد ونقفل الهجس اللي بيتقال دايما 25 و30 6 25 يناير و30 6. انا عايز اقول ان 25 يناير ثورة بدرجة امتياز، ثورة بدرجة امتياز. ولكن يعني عشان برضو الهجس اللي بيتقال بقى يوم 28 واخوان وبتاع، طبعا احنا مش عايزين برضو نعلق كل حاجة على الإخوان، نقول الإخوان يوم 28 هم اللي لا، هي ده ما ينفعش نقول إن الإخوان قاموا في 3 أيام بس بهذا الدمار والحرق والسجون واقتحام الكلام ده، لا، من ال3 أيام دول كان تخطيط لمؤامرة كبرى. الإخوان كانوا أداة. ما انا جاي لك، انا عارف ان انت اتخضيت. لا انا لا، ما اتخضيتش، لا يعني انت منتظر انت اللي السيناريو في الوقت ده. يعني هو من 25 ل 28 هو كان تخطيط لمؤامرة كبيرة جدا. ما زالت المؤامرة دي يعني سارية لغاية دلوقتي، ولكن متخذة اساليب اخرى. بس من يوم يعني في ال3 ايام دول ما نقدرش نقول ان الاخوان بس هم اللي عملوا الكلام ده كله، لا، هناك كان تخطيط لمؤامرة كبرى واضحة. ولولا قوة الشعب المصري وشباب وسيدات مصر وقضاء مصر، طبعا مش هقول الجيش والشرطة لأن دول أساس النسيج وأساس الفرشة بتاعتنا، ما كان هيبقى فيه 30/6. يعني 30/6 أنا بقول إن 30/6 دي بدايتها كان القضاء ثم المرأة المصرية. وده برضو نرجع تاني نقول تاريخ مصر دايما بيثبت ذلك. يعني لو نفتكر سنة 1919 لما جه الزعيم سعد زغلول بعد ما خرج من منفى، أول كلمة قالها إيه؟ قال تحيا المرأة المصرية. فأنا النهارده صدارة الصفوف. فاحنا برضو التاريخ بيعيد نفسه فعلا بالنسبه للمراه، واحنا التاريخ الفرعوني بيقول برضو المراه المصريه نظامها ايه. فاحنا برضو يعني لازم ما ننساش المراه في 30/6، لازم برضو يعني نديها حقها، وهي اخذت حقها في البرلمان. يعني النهارده بقينا 90 مراه، عايزين نقول كفايه كده بقى. في خطوره علينا يعني. لا ان شاء الله تزيد اكتر النسبه سياده النائب. طبعا انا عايز اقول حاجه بالنسبه للمراه، النسبه احنا فعلا محتاجين ازيد. يعني في دول افريقيه، وانا كرئيس لجنه الشؤون الافريقيه شفت ان في دول نسبه المراه ممثله في البرلمان تزيد عن نسبه الرجال. يعني على سبيل المثال السودان الشقيق 30%. في دول في افريقيا يمكن توصل 50 و60%. احنا يعني بس احنا خطوه كبيره على الطريق جداً. ان يكون في هذا العدد من المراه المصريه 90 نائبه تقريبا، او 90 نائبه دي احنا كنا فين وبقينا فين يعني. يعني طبعا تطور كبير جدا، وده يحسب للقياده المصريه الحقيقه. طيب سياده النائب، مش عايز ابعد كتير لان احنا دلوقتي كل يمكن الناس بتحتفل ب 30/6. برضو نقطه محدده، كنا رايحين على فين قبل 30/6 لو لم تقم ثوره 30/6 سياده النائب اللواء حاتم باشات؟ كانت مصر رايحه على فين؟ كنا رايحين على سوريا وليبيا واليمن والعراق، كنا رايحين زي المنطقه كلها ما راحت. ولولا اللي انا بقوله لحضرتك ده، مصر ما كانتش هتقع في رجلها، لان احنا عندنا جيش قوي محترم الشعب بيحبه. ايه اللي احنا ما نعرفوش عن 30/6؟ ايه اللي ما نعرفوش في الكواليس وممكن يغير مفاهيم ناس كتير، خاصة الناس اللي هي ممكن تكون مغيبة؟ لا يعني هي كل حاجة واضحة وكل حاجة مفهومة. يمكن في توقيت من التوقيتات كانت الناس مش مقتنعة بأن الجيش مع الشعب، وأن الشرطة مع الشعب، وأن في شباب فعلا، وفي شعب بيحب بلده، وفي انتماء وفي ولاء، وحزب الكنبة اللي كان يعني مش باين ظهر. كل ده كان وقتها في التوقيت ده ما كانش معروف. انا يعني برضو عايز اقول هنا لازم في الناحيه دي طبعا كون ان انا كنت وكيل سابق في جهاز المخابرات العامه، انا لازم هنا اقول
كلمة حق، وإلا أكون جاحدا لو أنا ما ذكرتهاش. إن لواء عمر سليمان رحمة الله عليه كان بيقول في فترة من الفترات إحنا مش جاهزين للديمقراطية في التوقيت الحالي، وكان كلامه مظبوط وثبت هذا الكلام فعلا. أنا مع هذه المقولة، لأن الديمقراطية ما ينفعش إنها تبتدي فجأة، لا، الديمقراطية لها درجات ولها مراحل. إحنا النهاردة محتاجين صحة، محتاجين تعليم، محتاجين ثقافة، ومحتاجين انتماء وولاء، ومحتاجين حاجات كتير جدا عشان نبتدي نبحث عن الديمقراطية. هي الديمقراطية تيجي لوحدها لو احنا اهتمنا بصحتنا واهتمنا بشبابنا وبقى في حوار، وابتدينا بالتعليم، دي كلها حاجات ابتدينا فيها فعلا. يعني النهارده في مراحل، سيبك من اللي بيحصل تسريب امتحانات والكلام ده، كل ده بيحصل فينا ان احنا ماشيين صح. وزي ما قلت حضرتك في الاول خالص في بدايه حديثنا، مخطط كبير ماشي ورانا، بس احنا الحمد لله سابقينه. اسمح لي سيادة النائب أسألك عن من وجهة نظر سيادة النائب اللواء حاتم باشات وكيل المخابرات أو جهاز المخابرات العامة السابق، بس بعد الفاصل هسألك عن أهم ما تحقق من إنجازات لثورة 30 يونيو، أنت شايفها إزاي؟ إيه أهم إنجاز تحقق من ثورة 30 يونيو؟ هتجاوبني على السؤال ده ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ليجيب لنا سيادة النائب اللواء حاتم باشات عن أهم ما تحقق في ثورة 30 يونيو. فاصل ونعود.